أول فيديو من سلسلة تعليم فن الكونكريت خطوة بخطوة من الصفر للاحتراف. هنبدأ من أول وأهم خطوة وهي الأدوات اللي احنا محتاجينها. فلو انت بقى عايزة تبدأي مشروع الكونكريت من البيت ومش عارفة تبدأي ازاي، ركزي معايا في الفيديو ده علشان هقولك كل الأدوات اللي انت هتحتاجيها علشان تبدأي، وكمان هقولك استخدام كل أداة منهم. لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير علشان يوصل لناس تانية كتير. أول حاجة أساسية معانا وهي البودر، والبودر بيكون في منه أنواع كتير زي مثلا الجبس، وفي مادة اسمها ماربل، وفي مادة اسمها سوبر ميكس ماليزي. الجبس ممكن تستخدموه لوحده وممكن تستخدموه مع أسمنت. يعني لو انتوا مثلا هتعايروا بكوباية فلكل كوباية جبس معلقة واحدة من الأسمنت. وأفضل نوع جبس تستخدموه هو جبس زهرة سينا. الأسمنت بيخلي القطعة أكثر صلابة، لكن ممكن تضيفوه وممكن لأ، عادي جدا. البودر اللي أنا باشتغل بيه وهو اللي معايا في الفيديو دلوقتي، وده اللي هو سوبر ميكس ماليزي، ودي صورة الشكارة بتاعته. في الأول وأنتم بتتعلموا جربوا في الجبس، وبعد كده بقى لو عايزين تكملوا في المشروع جربوا بقى الماربل أو السوبر ميكس. أسهل طريقة علشان نعاير بيها البودر هي الكوبايات دي. أي كوباية بلاستيك أو ورق عادي، بس الكوباية اللي انتوا هتعايروا بيها البودر هي تكون نفس الكوباية اللي تعايروا بيها المية علشان الخليط يطلع مظبوط. النسبة بتاعتنا بتكون 1:2، يعني كوباية مَيّة قدّامها 2 كوباية بودر، يعني البودر بيكون ضِعف المَيّة. ده الخليط المناسب، وفي بعض الأحيان بنكون محتاجين الخليط يكون أتقل شوية عن العادي، فبنحط كوبايتين ونُص بودر عليهم كوباية واحدة من المَيّة. تاني حاجة أساسية معانا هي القوالب. طبعًا مش لازم تجيبي كل القوالب في الأول، الأول اتعلمي في القوالب المتوفرة عندِك في البيت زي علب الآيس كريم أو الزبادي والكوبايات البلاستيك أو الورق. بعد كده بقى ممكن تجيبي أكتر قوالب مشهورة وعليها طلب كتير، زي البونبونيرة دي كده والكوستر البيضاوي ده والفازة دي. دي أكتر قوالب مشهورة أوي وبيكون عليها طلب. أو لو حابة تبدئي تعملي توزيعات فقالب الكوستر البابلز ده برضه والمبخرة ديّة بيتحطوا على بعض كده وبيتعمل منهم توزيعات حلوة جدًا للسبوع والحفلات ومناسبات تانية كتير. وبيكون في قوالب تانية كتير طبعًا بتنفع للتوزيعات غير دول. المبخرة دي بيكون في منها مقاسات، بتشتروا ساعتها المقاس اللي أنتم محتاجينه. وممكن بقى تجمّعي طقم على ذوقِك، زي الفازة دي كده حلوة برضه، وهاحطها مع الكوستر ده ومعاهم المبخرة الصغيرة دي. أنتم بقى بتشكّلوا الأطقم زي ما تحبوا وزي كمان ما العميل بيختار. وعشان تحافظوا على القوالب لازم بعد كل استخدام بنغسلها وننضفها كويس. حاجة بقى مهمة، لازم تجيبوا القوالب من حد مضمون وموثوق فيه علشان ما يكونش فيها أي عيوب أو تكون معوجة فالشكل يطلع مش مضبوط. الدهان بقى اللي بنستخدمه للقطع هو دهان بلاستيك أبيض GLC، بيكون فيه منه مَط ولامع. اللي معايا ده هو المَط، وبنستخدم مع البلاستيك الأبيض ده مركزات الألوان GLC أو أي ماركة تانية متوفرة، كلّهم حلوين وما فيش ما بينهم أي فرق. عيب مركزات الألوان لمّا بنفتحها وبنحط منها بتبدأ تُقع كده على الأطراف، فالأفضل إن إحنا نحطها في بوكس أو كرتونة صغيرة زي كده علشان نحافظ على المكان. طبعًا مش مضطرين تجيبوا كل الألوان مع بعض، هاتوا الألوان الأساسية في الأول، بعدين بقى كل ما ينطلب منكم اللون هتجيبوه، وهتلاقوا نفسكم إنكم جمعتوهم كلّهم واحدة واحدة. مركزات الألوان بنستخدمها في التلوين الداخلي، وده بنضيفها مع المَيّة وإحنا بنعمل الخليط علشان تكون لون واحد، أو بنضيف نُقط بسيطة على الخليط بعد ما نعمله علشان نعمل طريقة الترخيم. وبنستخدمها برضه في التلوين الخارجي، فبنضيفها على البلاستيك الأبيض علشان نلوّن القطعة بعد ما تنشف. ودي قطع أنا كنت عاملاها، الفازة دي مثلًا تلوين خارجي دهناها ببلاستيك أبيض على مركزات ألوان بنفسجي. والمبخرة دي برضه كانت تلوين خارجي، وكنت عاملة ميكس بمركزات الألوان اللون الأزرق والأخضر، ضفتهم على الأبيض البلاستيك علشان أطلّع اللون الفيروزي ده. ميزتهم بقى إن هُم بيخلّوكم تطلّعوا أي درجة تحتاجوها. الكوستر ده بمركزات الألوان هو ده تلوين داخلي بطريقة الترخيم، وهنعملهم كلّهم مع بعض إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. وبيكون في اللون الدهبي والأبيض اللؤلؤي دول من ماركة ستار، وكمان متوفر منهم اللون النحاسي، وهُم بيكونوا ألوان metallic بيكون فيهم لمعة حلوة أوي. اللون الدهبي ده بنستخدمه في طريقة التنقيط، أو إن إحنا بنلوّن بيه أحرف القطعة أو القطعة كاملة برضه. والأبيض اللؤلؤي بنلوّن بيه القطعة زي ما هو كده، وساعات بنضيف عليه مركزات ألوان فبيخلّي اللون حلو أوي وبيكون لامع جدًا. الاتنين دول مش أساسيين في الأول لكن بعد كده هتحتاجوهم. أهم حاجة بقى هنتكلم عنها وهي الورنيش المائي، وده من JLC. خدوا بالكم إن هو يكون مائي لإنه بيكون في منه للأخشاب وبيكون في أنواع تانية. أهم استخدام للورنيش إن هو بيعزل القطعة وبيحافظ عليها، وبندهنها من 3 ل5 طبقات ورنيش مائي. وبنستخدمه برضه في إن إحنا بنلزق بيه الشوجر أو بنلزق بيه ورق الدهب.
ومن الأدوات المهمة بقى اللي إحنا بنحتاجها وهي الصنفرة، وبتكون ناعمة ودي رقمها 220، بنحتاجها علشان نساوي بيها الجوانب أو لو في أي زيادات في ضهر القطعة بنساويها بيها. وعشان نحارب البابلز اللي بتكون موجودة وإحنا بنصب القالب هنستخدم بقى الكحول، مهم جدا علشان القطعة ما يطلعش فيها عيوب. وبالنسبة للفرش بيكون في أنواع كتير، في فرش الرسم دي بس دي بتكون أغلى شوية، وممكن الفرشة اللي بتكون عند الموان دي أو فرش رسمة عادية بس تكون ناعمة. وأفضل حاجة بقى ممكن تستخدموها وما تسيبش أثر على القطعة هي فرش الميك اب لأنها بتكون ناعمة جدا، وممكن برضو تستخدموا البيوتي بلندر. أدوات التزيين بقى بتكون كتيرة زي مثلا الشوجر، ده الشوجر بيكون في منه مصري ومستورد، النوع اللي في العلب ده هو المصري وبيكون الأحجار بتاعته كبيرة شوية عن المستورد، وبيكون متوفر منه جميع الألوان. الشوجر بقى الصغير ده وهو المستورد وهو بيكون أفضل من المصري بكتير بس أغلى منه شوية، وبرضه بيكون متوفر منه ألوان كتير. يعني الفازة دي أنا مزيناها بشوجر فضي مستورد ولزقته بالورنيش المائي. وفي بقى الفينيل زي ده كده بيكون شيتات A5 أو A4 أو A3، وممكن برضه بالمتر وبيتكتب عليه أي جملة أو أي اسم زي ما انتوا عاوزين. اللي معايا ده مكتوب عليه اللهم بارك هذا البيت، لكن متاح تعملوه بأي أسماء تحبوها علشان تحطوها على التوزيعات. وده كوستر أنا كنت مزيناه بيه، وهنتعلم مع بعض إزاي بنحطه على القطعة في الفيديوهات الجاية بإذن الله. من أحلى بقى وأسهل طرق التزيين وهو ورق الدهب، بيكون في منه الدهبي والفضي، ودي فازة أنا مزيناها بورق الدهب. في بقى القواعد دي بنحطها تحت في ضهر القطعة، بتحفظ القطعة من الاحتكاك بحاجة تانية عشان ما تتجرحش. هي بتتشال بسهولة جدا وبتكون بتلزق، بنشيلها من الورقة ونلزقها في ضهر القطعة على طول، زي مثلا ضهر الفازة دي كده. آخر حاجة بقى محتاجين حاجة نقلّب فيها الخليط، ممكن شفشق عندكم مش محتاجينه، وممكن برضه إزازة كبيرة نقصها بالنُص ونستخدم الجزء اللي تحت منها، أي حاجة متوفرة عندكم هتنفع. وللتقليب هنقلّب بأي معلقة بلاستيك أو عصيان الخافض بتكون أفضل من المعالق البلاستيك دي، ولو عندكم معلقة معدن مش محتاجينها هتنفع برضه وهتكون كويسة جدًا. أي حاجة هتستخدموها علشان تعملوا بيها الخليط ما ينفعش تستخدموها في المطبخ تاني، فاستخدموا الحاجات اللي أنتم مش محتاجينها. نسيت بقى أقول لكم إنكم تلبسوا gloves وأنتم بتعملوا الخليط وتصُبّوا، علشان الجبس أو أي مواد تانية مُضرة للإيد وهتخلّيكم محتاجين ترطّبوا إيديكم باستمرار. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير، وتابعوا الفيديو الجاي علشان هنعمل فيديو عملي للكونكريت خطوة بخطوة. ولو عندكم أي سؤال عن الأدوات اكتبوه في الكومنتات وهرد عليكم.